رجل ياباني يرتدي بيجامة ملونة جدا يستيقظ في غرفة بيضاء فارغة بلا أبواب أو نوافذ ولا سقف ظاهر. عندما يقترب من أحد الجدران ليلقي نظرة أقرب يجد شيئا غريبا يبرز منه نتوء يشبه العضو الذكري. بعد أن يلمسه عدة مرات يضغط على الطرف مما يتسبب في خروج مئات من ملائكة الأطفال الضاحكين من الأرض والجدران، ويبقون هناك لبضع ثوان فقط قبل أن يعودوا من حيث أتوا. شيء واحد يتركونه وراءهم. الآن جميع أعضائهم تبرز من الجدار والأرض. هذه هي المرحلة المعروفة بالتعلم. بينما يشم الإصبع الذي استخدمه للمس الزر الغريب الشكل يصرخ الرجل في خوف، يتبعه البكاء وطلب المساعدة من أي شخص قد يكون حوله دون جدوى. يقرر البدء في الضغط على الأزرار المختلفة ليرى ما يحدث، وفي كل مرة يفعل ذلك يسقط شيء عشوائي مختلف في الغرفة، من فرشاة أسنان صغيرة إلى مزهرية كبيرة. عند الضغط على نفس الزر مرة أخرى يحصل على نفس الشيء، وهكذا. فإن اختباره لهذا المفهوم على زر معين يمنحه كومة كبيرة من عيدان الطعام، لكن سرعان ما ينتهي استمتاعه عندما يضغط على الزر بجانب زر عيدان الطعام وتخرج عربة صغيرة من الجدار وتصطدم بساقيه. الزر التالي الذي يضغط عليه بعد أن يصرخ من الألم يتحول إلى مؤخرة تطلق غازات على وجهه. بعد ساعات يكون الرجل قد جمع مجموعة كبيرة من الأشياء العشوائية في الغرفة، وعندما يرمي الكرة على الجدار تضغط على زر يمنحه السوشي. هذا يثيره لأنه كان يشعر بالجوع، لكنه يدرك أنه يفتقد صلصة الصويا. يطلبها من آسريه، لكن كالمعتاد لا يحصل على إجابة. لذا يضغط على أحد الأزرار مرارا وتكرارا حتى يكون لديه مجموعة من السوشي أمامه، لكن لا يزال لا يوجد صلصة. مستسلما يبدأ الرجل في تناول السوشي الذي يجده لذيذا جدا، وعندما ينتهي من آخر قطعة يضغط على الزر للمزيد، ويغضب عندما تظهر زجاجة صلصة الصويا أخيرا. بعد أن يدفع الزجاجة بغضب بعيدا يضغط على زر مختلف ويحصل على نظارة ثلاثية الأبعاد قديمة الطراز. عندما يرتديها يتمكن من رؤية ملاك طفل يشير إلى عضوه، ويشعر الرجل بالسعادة لأنه يعتقد أنه قد وجد الإجابة. ومع ذلك بعد الضغط على ذلك الزر المحدد كل ما يحصل عليه هو عدو تنازلي وظهور مؤخرة عملاقة من الأعلى لتطلق غازات عليه. بعد ساعات يكون قد قرأ 5 مجلدات من مانجا يجدها مسلية جدا، ولكن عندما يضغط على زر للحصول على السادس يحصل على السابع بدلا من ذلك. محبطا يبدأ في تجربة أزرار أخرى التي تعطيه الثامن والتاسع، لكن لا يزال لا يوجد السادس. الزر الأخير الذي يجربه مع ذلك يحتوي على مفاجأة مهمة، حيث يفتح جزءا من الجدار يخفي بابا خلفه. يحتفل الرجل بهذا الاكتشاف، لكن في حماسه يفقد تتبع أي زر هو الذي يفتح المخرج. يجرب واحدا عشوائيا ويفاجأ برؤية رجل قبيلة أفريقي يركض من جدار إلى جدار. الزر التالي يجعل الماء يسقط على رأسه. الزر الثالث يتضح أنه هو الذي يحتاجه، وبمجرد أن يفتح الجدار يركض نحوه فقط ليراه يغلق في وجهه. محاولته الثانية تنتهي بنفس الطريقة، وعندها يدرك أن الباب يبقى مفتوحا طالما أن طرف العضو لأسفل. لذا يبدأ في تجربة طرق مختلفة لتحقيق ذلك. أولا يذهب لوضعية العداء، يضغط عليه بقدمه. بعد ذلك يضربه بمضرب ذباب من أبعد مسافة ممكنة على أمل أن تحدث المسافة فرقا في وقت ركضه. لا شيء من هذه الطرق يعمل، ولا حتى سحبه بحبل قفزة أو ضربه بالهواء المرسل بواسطة مروحة. خطته التالية هي الركوب على العربة ودفعها بعد الضغط على الزر، ولكن بعد عدة محاولات يقبل ببساطة أنه لا يمكنه التحكم فيها. ما يحتاج إلى فعله هو إيجاد طريقة لإبقاء طرف الزر لأسفل. يضع المزهرية الكبيرة فوقه، لكن الزر يتمكن من الارتفاع مرة أخرى. لذا يصل الرجل إلى استنتاج أنه يحتاج إلى ملء المزهرية لجعلها أثقل. أولا يجرب زر الماء، لكنه بلا جدوى. بغض النظر عن مدى محاولات توجيه الماء فإنه يسقط عليه فقط ولا مكان آخر. محاولته التالية تتضمن ملء المزهرية بالسوشي، لكنها تصبح ثقيلة جدا لدرجة أنه لا يستطيع حتى رفعها. عنق المزهرية أيضا ضيق جدا بحيث لا يمكن ليده المرور من خلاله. لذا لا يملك الرجل خيارا سوى استخدام عيدان الطعام وإزالة مجموعة من السوشي قطعة قطعة. بعد لحظات بمجرد أن يزيل ما يكفي يتمكن بالكاد من رفع المزهرية. لذا يفعل ذلك بالضبط ويأخذها أقرب إلى الأزرار. عندما يصل إلى هناك يجد نفسه مضطرا لوضع المزهرية على الأرض لأنه فقد أي زر كان مرة أخرى. وعندما يجرب واحدا يخرج الرجل القبيلة الأفريقي ويصطدم بالقاعدة عن طريق الخطأ، مما يتسبب في تشققها وتنقسم إلى نصفين. هذا يدفع الرجل إلى حافة الجنون، الذي بينما يجن جنونه ويصرخ بلا توقف يجد الزر الصحيح ويبدأ في تغطيته بالسوشي. هذا بالطبع لا يعمل أيضا، ويبرز العضو الصغير بين الأرز. ثم يحاول الرجل تغطية الزر بالشريط اللاصق، يليه الشريط اللاصق مع صفيحة فولاذية، لكن لا شيء يعمل. بعد تناول بعض المسكنات للتعامل مع الألم الناجم عن الباب في كل مرة يصطدم به على ظهره وقيلولة أيضا، يريد الرجل غسل أسنانه. لذا يضغط على زر للحصول على الماء، كان الزر الخطأ. ومع ذلك يكشف هذا عن حبل يسقط من السقف. هذا يحسن مزاجه على الفور لأنه يمنحه فكرة لخطة جديدة. يفتح الباب ثم يستخدم الحبل ليتأرجح عبر الغرفة ويصل قبل أن يغلق الباب. للأسف عندما يحاول فتح الباب خلف الجدار المزيف يكتشف أنه مغلق. يعود إلى الغرفة في الوقت المناسب قبل أن يغلق الباب، على الرغم من أنه يتمكن من ضربه في طريقه للخارج على أي حال. وفي إحباطه يركل الجدار، مما ينشط أحد الأزرار ويكشف عن المفتاح العائم في منتصف الغرفة. كما يحدث مع الباب يختفي عندما يبرز الزر مرة أخرى. لذا يجب على الرجل إيجاد طريقة لإبقاء كل من المفتاح في الغرفة والباب مفتوحة. أولا مع ذلك
يحتاج إلى إيجاد الزر مرة أخرى لأنه تشتت وفقده بمراقبة أكثر أو أقل أين كان. من المفترض أن تهبط قدمه عندما ركل الجدار. يختار زرا فقط ليحصل على كلب يخرج من الجدار لينبح عليه. يحدث نفس الشيء مع الزر التالي، لكن لحسن الحظ المحاولة الثالثة ناجحة. بينما يحافظ على عينيه ويده المشيرة على الزر، يمشي الرجل للخلف ويمسك بقطعة من سمك السوشي التي يأخذها إلى الجدار ليضع علامة على الزر الصحيح. عندما يضغط عليه مع ذلك يخرج الكلب مرة أخرى. هذه المرة يجد الزر بشكل أسرع ويواصل خطته. يجعل الحبل يظهر ويتأرجح عليه للوصول إلى الأزرار المختلفة، لكنه لا يزال كافيا. بينما يسقط على الأرض يرى مكبسا كان قد حصل عليه من أحد الأزرار العديدة، ويحصل على فكرة حول كيفية حل مشكلته الصغيرة. يمكنه استخدام المكبس للمس الجدار ودفع نفسه بعيدا. بعد محاولة فاشلة واحدة تسير الخطة بسلاسة، ومزيج التأرجح على الحبل ودفع نفسه بالمكبس يسمح له بالضغط على زر المفتاح والحصول على المفتاح، والضغط على زر الباب والوصول إلى الباب قبل أن يغلق. لا يضيع الوقت ويدخل المفتاح في القفل ويديره بسرعة، ولكن عندما يحاول فتح الباب يجد أنه يحتوي أيضا على قفل منفصل في الأعلى يتطلب 3 أرقام لفتحه. يهرع الرجل للخارج ويضربه الباب أثناء إغلاقه، وفي إحباطه يرمي المكبس على الجدار المقابل، مما ينشط الزر الذي يطلق الرجل القبيل الأفريقي. بينما يشاهده يمر يدرك شيئا. هناك 3 أرقام مرسومة على جبهته، والتي يجب أن تكون المجموعة التي يحتاجها نظرا لأن الوقت خلف الباب محدود. يمر الرجل بعملية التأرجح على الحبل والقفز 3 مرات، واحدة لكل رقم ليتم وضعه. المرة الثالثة يبقى هناك ويفتح الباب الذي يكون عالقا قليلا، ويجب عليه دفعه بقوة إضافية لفتحه. عندما يتمكن أخيرا من فعل ذلك يغلق الجدار خلفه، مما يتركه محاصرا وبدون مساحة كافية لإنهاء فتح الباب. محبطا يجلس الرجل على الأرض ويبدأ في البكاء، متذكرا كل المرح الذي كان لديه مع الأشياء التي حصل عليها من الأزرار. كان محبوسا هناك أيضا، لكن على الأقل كان لديه مساحة للتحرك والترفيه. والآن يدرك أنه لم يقدر ما كان لديه بينما كان يستطيع. فجأة يشعر بنسيم على وجهه قادم من الجدار الأيسر. بمجرد أن يلمسه يجد شقا يشير إلى أنه مزيف. لا يضيع الوقت ويدفع اللوحة ليفتحها قبل أن يركض خارجا من هناك ليصل قريبا إلى ممر غامض يطفو في منطقة سوداء تماما. يشعر وكأنه يقضي الأبدية يركض نحو مخرج، وعندما يصل أخيرا إلى غرفة يكون شعره أطول وألوان بيجامته قد تلاشت. هذه الغرفة أيضا فارغة، والباب الذي يستخدمه يغلق بمجرد دخوله. ولكن بدلا من ملائكة الأطفال هناك ملائكة بالغون يختفون أيضا في الجدار، ولا يتركون سوى أعضائهم ليتم استخدامها كأزرار. هذه هي المرحلة المعروفة بالممارسة. في هذه الأثناء في مدينة في المكسيك تشعر عائلة أنطونيو الصغير بالقلق، لأن الأب المصارع المعروف باسم الرجل الحلزون يتصرف بشكل أكثر كآبة من المعتاد. تعتقد زوجته أن السبب قد يكون أن الخصم التالي أصغر سنا منه بكثير، لكن الجد يشير إلى أن ما يهم هو الخبرة وليس الشباب. تلتقط ابنة الرجل الحلزون شقيقته كارين بشاحنتها وتأخذه إلى حلبة المصارعة ليبدأ في التحضير مبكرا، بما في ذلك تغيير الملابس والصلالة العذراء. في المدرسة يتعرض أنطونيو للتنمر من زملائه لأنه راهن على الرجل الحلزون، واصفين إياه بالخسر الضعيف. ومع اقتراب موعد بدء المباراة تأخذ الأخت كارين شاحنتها مرة أخرى وتلتقط أنطونيو وجده ليشاهد الرجل الحلزون في العمل. لكن كارين لا تبقى، ويجد أنطونيو وجده بعض المقاعد الأخيرة لأنفسهم قبل بدء العرض مباشرة. الفريق الأول الذي يدخل الحلبة هم الشماليون الأقوياء المكون من سوبر ديمون وتكيلا جو، ثم يدخل الرجل الحلزون وشريكه النسر الفضي تحت اسم الفريق قبلني كثيرا. النسر الفضي هو الأول الذي يقاتل لفريقه ببداية رائعة، لكنه سرعان ما يغلب عندما يقاتله الشماليون الأقوياء معا بدلا من 1 على 1. يستمرون في الإشارة إلى الرجل الحلزون طالبين منه الانضمام إلى القتال، لكنه يرفض، حتى يقوم النسر الفضي بخدعة تجعل سوبر ديمون وتكيلا جو يضربان بعضهما البعض مما يسمح له بالهروب. يغلب الرجل الحلزون بسرعة أيضا، ولكن عندما يكون خصمه على وشك ضربه بكرسي يضغط الرجل في الغرفة الغامضة على زر عضو ويتسبب في تمديد رقبة الرجل الحلزون بشكل سحري وضرب كلا الخصمين برأسه. في الغرفة لا يحدث شيء مما يلفت انتباه الرجل، فيستمر في الضغط على نفس الزر مما يتسبب في ضرب الرجل الحلزون للنصر الفضي والحكم وأنطونيو وحتى الجرس. عندما لا يرى نتائج يبدأ الرجل في تجربة أزرار مختلفة. أحدها يتسبب في أن يتنفس مغني فرقة معدنية النار فوق جمهوره خلال حفل في لوس أنجلوس. الآخر يجعل ساحرا روسيا يفشل في خدعته عندما يحاول جعل مساعدته تختفي. والثالث يجعل رجلا في الصين ينبح على كلابه. يكاد الرجل أن يستسلم عندما يرى بعض الضوء يأتي من الأعلى ويلاحظ أنه على عكس الغرفة الأخيرة هنا لا يوجد سقف ويمكنه رؤية الملائكة تطير في المسافة. يقرر تجربة شيء جديد تماما. هذه المرة بدلا من الضغط على أزرار الأعضاء سيستخدمها لتسلق الجدران. ينجح الأمر، وكلما أمسك زرا بيديه أو داس عليه بقدميه أقدام يحدث شيء مذهل على الأرض. من تفتح الأزهار إلى موت فيل. كلما ارتفع أصبحت التأثيرات أكثر تعقيدا. لم تعد الطبيعة فقط، هناك أيضا الإنسانية في كل من الأشياء الصغيرة والكبيرة مثل محمصة الخبز والهبوط على القمر. بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى القمة كان شعر الرجل ولحيته قد نمت طويلا ولم يعد بحاجة إلى التمسك بالجدار. الآن يمكنه الطفو أيضا مثل الملائكة،
وباستخدام كل خبرته المكتسبة من التدريب في السابق يبدأ في اختيار أكبر، نجاحات الإنسانية عن قصد بدلاً من الضغط العشوائي على الأزرار. بحلول الوقت الذي ينتهي فيه يكون محاطاً بالريش بدلاً من الجدران، ويدخل بوابة متوهجة تأخذه إلى الغرفة الأخيرة. هذه تحتوي على القارات على جدرانها، وزر عضو ضخم على وشك أن يضغط عليه الرجل. هذه هي المرحلة المعروفة بالمستقبل. تأكد من الاشتراك وتفعيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الفيديوهات مثل هذا. شكراً لمشاهدة